بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكه البراون. هنقول مقاديرها الاول. اول حاجه معانا نص كوبايه زيت، ومعانا ميه الشربات، وميه طبعا، وزبادي، كوبايه زبادي، وكوبايه دقيق، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، ومعانا معلقتين صغيرين فانيليا، او لو في فانيليا سايله معلقه واحده، ومعانا كوبايه من جوز الهند المبشور. اول حاجه هنحط البيض، وبعد كده كوبايه الزبادي، وبعد كده هنحط السكر كوبايه، وهنفضل نقلب كويس جدا لحد ما السكر يدوب معانا. بعد كده معانا كوبايه من السميد، ونص كوبايه زيت ذرة، ونقلب. وبعد كده معانا جوز الهند المبشور كوبايه، معلقتين كبار بيكنج باودر، معلقة فانيليا. لو فانيليا بودر هنحط معلقتين، وهنقلب الخليط كويس جدا. وبعد كده هنحط الدقيق، ونقلب. طبعا لما نحط الدقيق هنلاقي القوام تقل معانا، وده عادي يعني، عشان هنسقيها بالشربات، فالشربات هيطريها يعني، فما تقلقوش من تقل قوامها كده. يعني هي تبقى تقيلة، بس مش هتنشف، مش هتبقى ناشفة يعني. ومع الشربات هتبقى طرية وجميلة ان شاء الله. دي السمنة. هندهن الصينية، نحط عليها دقيق، نجهزها. بعد ما دهنا الصينية هنحط فيها الخليط، ونخبطها كده خبطتين، ونطلع منها الهواء، وهنحطها في الفرن على درجة حرارة الأول 200 درجة، نص ساعة كده، وهنبدأ نوطي عليها علشان وشها ما يتحمرش بسرعة وهي لسه نية من جوه. وده شكلها بعد ما استوت. هنحط لها الشربات وهي سخنة،
طبعا الشربات كان عبارة عن كوبايتين سكر وكوبايتين مية، واللي عايز يكتر سكر يحط 3 معالق او 3 كوبايات سكر و3 كوبايات مية. يعني لو 3 يبقوا 3. انا كده مش عايزاها تبقى مسكرة قوي، فهحط لها سكر خفيف. وهنسيبها تبرد. آه، بعد كده هنسيبها تبرد وبعدين نقطعها. هي كده بردت، وهنبدأ بقى نقطعها قدامكم. وده شكلها النهائي بعد ما قطعناها. طرية وطعمها جميل جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. واشوفكم على خير، وان شاء الله نتقابل في اكلات تانية جديدة. يلا، السلام عليكم ورحمة الله. باي باي.